اكتر حد بيعمل ارباح من الاستثمار في العقارات وبيعمل فلوس اكتر من حد تاني اللي مش محتاج فلوس. تخيل اللي بيجي ميعاد الدفعات بتاعه اقساط العقار وبيدفعها بدون ما يكون مضغوط، ويستلم العقار ويدفع دفعه الاستلام بدون اي مشاكل. العميل اللي بيبيع على راحته وما بيكونش مضغوط في البيع ولا مستعجل في البيع، فبيعرف يحصل على افضل سعر في السوق، السعر اللي هو حاطه من البدايه وكان تارجت. اما التاني اللي معاه بس الدفعه المقدم ومش عارف يدفع تاني قسط ازاي، وسمع كلام بياع المطور او البروكر اللي باعه باعه ملغومه زي دي، هم دول اللي بيخسروا وبيكونوا طعم وغباء للحيتان الكبيره وللمستثمرين الكبار اللي دايما بيدوروا على الفرص واللقط اللي زي دي، ياخدوا عقاراتهم بسعر اقل من السوق بدل ما يخسر كل راس ماله. الملخص: قبل ما تنزل البحر اتعلم العوم، او خد بنصيحه مستشار عقاري شاطر وناجح يكون معاك يساعدك انك تعمل ارباح. اي استفسارات ما تترددش انك تتصل بيا، ابعت لي على الواتساب، لايك وفولو عشان تشوف كل الحلقات الجديده. مع السلامه.